السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كثيرة في ملف تجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجميد الملف لفترة طويلة بسبب شروط اللاعب. علي معلول رفض عرض الأهلي بالتجديد لموسم واحد بالمقابل المادي الذي طلبه، أو التجديد لمدة موسمين حال موافقته على تقليل راتبه. وأكد أن اجتماعا جرى بين لجنة تخطيط الكرة والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لحسم ملف علي معلول، مشيرا إلى أن النادي أصبح مجبرا على تجديد عقد اللاعب التونسي. وحدد المصدر 3 أسباب لتجديد عقد اللاعب، هي رغبة المدير الفني في استمرار معلول وعدم التعاقد مع بديل قوي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لأن اللاعب يعتبر من أقدم لاعبي الفريق حاليا ولم يتسبب في أي مشكلة طوال سنوات وجوده داخل النادي. وأضاف المصدر أن المحاولة الأخيرة المقرر أن يجريها مسؤول النادي مع معلول هو الموافقة على التجديد بنفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا دون زيادة، وتصل قيمته إلى 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد، مع الحصول على نسبة 25% من قيمة راتبه بالجنيه المصري. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. يا ريت نضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.